في عالم الموبايلات الكل بيفتش عن النحافة والتصميم، لكن غالبا بيتنازل عن حاجة تانية زي القوة مثلا. النهاردة معانا جهاز بيقول مش لازم تتنازل عن حاجة، ده الهونر اكس 9 دي، وده مش كلام تسويق، ده اختبار وتجربة حقيقية، لأنه جسم أنحف من معظم الموبايلات وبطارية ضخمة في نفس الوقت وشحن خرافي. استعد تشوف القوة اللي مخبيها جوه ولحظة الكشف قربت. لما فتحنا الموبايل ده لقينا تصميم داخلي غريب فعلا، كل حاجه مترتبه بشكل هندسي، حتى الشريحه والبطاريه والكويل بتاع الشحن، تحس انهم مستغلين كل مليمتر جوه الجسم النحيف ده. طبعا اول حاجه لفتت نظرنا كانت الكويل الكبير بتاع الشحن اللاسلكي، وده مش عادي خالص لان الموبايل بيدعم شحن لاسلكي 80 واط، وده رقم تقيل جدا على موبايل بالشكل ده من الداخل. وبعدين لما شلنا البطاريه لقينا الوحش الحقيقي، بطاريه 8300 ملي امبير، بجد صعب تتخيل انها داخله في جسم سمكه 7 و9 ملم. كمان البطاريه نفسها معموله بدقه رهيبه ومكتوب عليها كل التفاصيل، ساعتها الفعليه 8100 ملم، والطاقه بتاعها حوالي 31 واط في الساعه، مصنوعه في مايو 2025، يعني لسه جديده جدا. والمذهل ان كثافه الطاقه في البطاريه دي اعلى من اي بطاريه اختبروها قبل كده، يعني هونر قدرت تحشر بطاريه عملاقه جوه جسم نحيف جدا. كمان في تبريد سائل ومعالج سناب دراجون 6 جنريشن 1، والبصمه تحت الشاشه مش في الجنب زي الموبايلات التانية. يعني باختصار ده مش موبايل متوسط، ده تجربه هندسيه كامله كده، ان هونر دخلت لعبه جديده خالص في عالم التصميم.